تفجير جديد ومفاجئ في توقيته خرق الهدوء الذي يعيشه لبنان منذ أشهر 3. التفجير الذي وقع عند حاجز لقوى الأمن اللبناني عند مدخل البقاع شرقي لبنان، قال بعض المسؤولين إنه كان يستهدف مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم. التضارب في المعلومات انسحب على تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق حين قال إن ما يملكه مجرد تحذيرات من إمكانية استهداف قصر اليونسكو. أما قائد الجيش فحاول التخفيف من هول الحادث. بده قرار سياسي انه الجيش ياخذ وضعه الطبيعي على كامل الحدود اللبنانيه، وما عاد يسمح مش فقط بدخول حدا من سوريا الى الداخل اللبناني، ما عاد يسمح بخروج حدا من لبنان الى سوريا. اذا بيقدر الجيش اللبناني يوضع هذا الحد، طبعا بوفاق سياسي، الموضوع ليس امن فقط، بوفاق سياسي كما قال قرارات بعبدة بالنائب النفس، ميثاق بعبدة، كما إذا قدر الجيش اللبناني يطبق هذا الوضع، كل اللبنانيين ساعتها بيقاتلوا إلى جانب الجيش وبيمنعوا أي حدا أنه يرجع يدخل على البلد. لا أحد يخفي في لبنان تقاطع الحسابات السياسية بالأمنية، وهذا ما يبرر سؤال المسؤولين عن المصلحة السياسية خلف كل حادث أمني ومدى ارتباطه بما يجري خلف الحدود. أنا أعتقد أنه في نوع من تحريك متعمد لهذه المجموعات، وليس تحرك عفوي بأهداف قد تكون محلية وقد تكون أبعد من ذلك، كالتغطية على مزيد من الانغماس في المعارك في سوريا وفي العراق، لإعادة تسليط الضوء على ملف الإرهاب وعنوان الإرهاب في لبنان، وبالتالي التغاضي عن كثير من تجاوزات أخرى. وتنسحب علامات الاستفهام التي رافقت التفجير على توقيف الأجهزة الأمنية أكثر من 100 شخص من أحد فنادق العاصمة بتهمة تشكيل خلية إرهابية، قبل أن تفرج عن معظمهم وتبقي على عدد قليل لم تتضح أسباب توقيفهم حتى اللحظة. بعيدا عن الحسابات السياسية والأمنية، جاءت حصيلة اليوم الأمني في لبنان قتلى وجرحى ودعوات تحذير من بعض الدول لرعاياها بتجنب السفر إلى لبنان خشية استيقاظ خلايا نائمة على وقع ارتداد الزلازل الأمنية في المنطقة. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.